شوف الهلال يعني انا لاي واحد يعني ما اقول ينتقد، من حقه ان كل واحد ينتقد، او لكنه يقلل من اللي قاعد يسويه الهلال داخل الملعب. اللي هي استحواذ وما استحواذ اللي اصبحت كانها معيبه ومثلبه على نادي الهلال. انا اتمنى انه يرجع التصريح مدرب فريق احد يوم الخميس الماضي. يعني حقيقي قال تصريح يعني ولا هو الاول ولا الثاني، ويمكن اي مدرب يقابل الهلال يقول هذا الكلام. ايش قال؟ يعني قال يعني يقول الهلال فرق عن كل المنافسين اللي قابلتهم، لدرجه اني ما شعرت بالفريق احد، كل الفريق يعني الهلال، فحتى لدرجه انه قال ما قابلنا انديه كثيره وكان في تقارب بيننا وبين مستوياتهم، لكن الهلال شعرت لا وجود الفريق احد. المدرب نبيل تقصد الجزائري. يا سليمان احد كمان صرف عليه الله يسلمه، خلينا واقف. انا تكلمت كلام مدرب، كلمت فني. انا ما يقارن احد بالهلال، انا بقارن نص الميزانيه حق الهلال ما يقارن. انا معك، هو يقول يعني النصر قابل احد، اسمعني، النصر قابل احد والاهلي قابل احد واكثر من فريق قابل احد. ما اسمعني، يقول المدرب يعني قال ممكن اني انافس الهلال يا رجل فارق. اقول لك نص قيمه تعاقد الهلال مع خربين تمشي نادي احد 5 سنوات. ابو عنان مش هذه النقطه اللي يقصدها ابو عبد الرحمن. انا ما صدق الله سليمان. ابو عبد الرحمن انت ما انت بالمرايه. لا خلي منطقه. طيب لا انه قول لي قابلنا الهلال، خليك معي شوي بس. انا عارف تقصد النغمه الجديده. اسمعني حتى في بعض الجماهير النغمه الجديده يقول استحوذنا، وبعدين وش يفيد الاستحواذ؟ انا عارف ايش قصدك. النغمه الجديده اللي طالعه يعني ترى هذا الاستحواذ سلاح قوي جدا، والهلال انه يستحوذ يعني خلاص يقتل الخصم. الهلال يجهدك يتعبك خلاص. شوف لما انت تدافع انت اللي تجري تتعب، غير لما الفريق الاخر الكوره هي اللي تجري. صح. فما انت الفريق اللي يدافع هو اللي يتعب. ايوه، لكن يعني اللي ماخذين على خاطرهم او الاراء الفنيه الهلاليه اللي ممكن انها تكون قريبه من الصحه يقولون على الاستحواذ القوي الهائل والشخصيه اللي في الملعب. عدد الاهداف مو موازي لهذه الشخصيه والاستحواذ. انه على دياب لازم يجيب حل في الامام. مش انا اوكي استحوذ جميل، لكن تسجيل الاهداف والنتيجه النهائيه ما تخدمنا. مثال اوراوا فريق ياباني وبطوله اسيا، وكنا دائما بصراحه نهاب الفرق اليابانيه. الهلال ترى الهلال همش اوراوا وافضل منه شكل ومستحوذ. هم ياخذون هذه المباراه كمثال حي، يقولون شوف استحوذت سيطرت، اوراوا مقفل جاب هدف وخلص الملعب. هنا المأخذ من الجمهور الهلالي. عرفت يا ابو عبد الرحمن؟ فانت تقول لا انه هذه صارت لا انا ما اقول يعني الرجل فني، رجل مدرب فني يتكلم عن هذا عن ما عاناه من الهلال او كيف شاهد الهلال. فانا اقول يعني هذا يعني كلام هذا المدرب، ولا اقول حاله كثير. كل يعني ازعم من اغلب المدربين اللي واجهوا الهلال، اغلب المدربين اللي واجهوا يتكلمون بهذا ان الهلال كان افضل منهم، واننا ما قدرنا نواجه الهلال قوته. هذا الشيء الثاني، شوف الهلال عانى من شيئين الان للاسف. انا اقول له اداره الهلال تاخرت كثير، اللي هو كان الفريق وحتى طرح الشيء هذا يعني وتم ايصاله عن طريق بعض الفنيين باللاعبين السابقين بالهلال لاداره الهلال ان الفريق فعلا يعاني من مشاكل لياقيه. الان بعد استشعرت الاداره واستشعر المدرب الفريق هذه المشكله بعد توالي الاصابات وبعد تضخم ضعف اللياقه. اللاعبين يعني كان يعني فرق الهلال العام الماضي لياقيا عن هذا الموسم، يعني في فرق كثير وفرق شاسع يعني. وهذه الاصابات اللي تتوالت وتكاثرت بنادي الهلال كان سببها الرئيسي اللياقي بدرجه اولى. الان اداره الهلال اليوم وامس هم اعلنوا انهم اعلنوا التوقيع مع مدرب لياقه جديد
ارجنتيني اسمه بيدرو. مش جديد، هو اللي كان موجود مع دياز اول ما لا ما هو بالعام الماضي، لا اشتغل سبق، اشتغل مع دياز بالدوري السابق. مش في الهلال. لا مش نفس مدرب. لا مو هو، لا ممتاز لو اللي يرجع للعام الماضي. صدقني يا سليمان، لكن اضعف دوري يا سليمان والله بقول الحق. شوف الاهلي والهلال كله يحترم الانديه، انا اقول لك اضعف دوري ليش؟ مش الجماهير، تاكد الكلام هذا. اليوم عزوف جماهيري رهيب، يعني ما يجي جمهور الهلال في المدينه وجمهور الاهلي في المدينه يشكروا صراحه. حضر جمهور هلالي يعني اكد شعبيه الهلال في المدينه اكثر من بعض الهلاليين اللي يحضروا في الرياض. هذه تحدث دائما ترى، لانه هذه مره جماهير المدينه جماهير يعني متذوقه وعاشقه. فريق صاعد، فريق مثل فريق وحتى صاعد. كان فؤاد انور يقول لما نلعب في المدينه نجد جماهير اكثر من كنا نجدها في الرياض. اليوم النصر، الاهلي، الاتحاد في المدينه، الاتحاد لسه الاتحاد ما لعب في المدينه لسه، حتشوف الحضور الجماهيري. فنادي احد يعني حبايبنا خف عليهم شويه يعني انا اتمنى لقطه والله ان شاء الله ما اكون اظلم احد، اتمنى لقطه موجوده حقت ضربه الجزاء حقت تركي الخضير، ترى فرقت عملت احباط لفريق احد. طب انت احنا فرحنا بعوده اليوم يا رجل السلطان الحربي، احنا والله ما ننتقده يا رجل، فشلنا داخليا وخارجيا. في مباراه اليمن والبحرين احتسب ضربه جزاء على اليمن، ما هي ضربه جزاء. طيب واليمن يطالب الحكم الاجنبي يزعلوا. طيب مين اللي زعل ابو عبد الرحمن؟ يزعلوا هم بعضهم اللاعبين والانديه. شوف لو تسال تركي الخضير، الحكام يزعلوا. لو تسال تركي الخضير عطنا احصائيه اكثر فريق احتسبت له بلنتيات بلا جدال نادي الاهلي. السنه هذه؟ من 3 سنوات الاخيره نادي الاهلي اكثر، تركي الخضير اكثر بناء على رغبه سليمان وطالب بلنتيات النادي الاهلي. يعني هذا واحد. الشيء الثاني يعني اذا كانت ضربه الجزاء قال عنها خبراء حكام انها صحيحه، يعني بالنهايه يعني محاوله هذا النغمه وجحاف ومدري ايش هذا النغمه الدوري صار قوي. هذا يا سبحان الله قبل اسبوع ما الدوري والله ما حد قال قوي. طيب الحين قاعد تمدح في الدوري. والله ما مدحت الدوري. اقول لك انا هو يبيك تقولها عشان يقول لك في منطق في الكوره وفي موازين. انا سعودي اقول والله انا سعودي ترى حنكسب مثلا روسيا ولا نكسب المانيا 5-0 لازم. انا زعلتني مقارنتك باحد والهلال. ما انا ما قارنت انا يا رجل. يقول انه مدرب احد ما اقابل فريق افضل من الهلال. لم يقابل احد، ما اتكلم عن سيطرت على احد بالكاد فاز عليها الاهلي، يعني يلا فاز عليه الاهلي، تعادل مع النصر، يعني حقق نتائج ممتازه على ارضه. احد مرتين على ارضه احد ظلم مرتين السليمان مع الهلال في الرياض، وضربه جزاء الاحد ما حسبوه. وش حق قال لما لاعب هلالي اخذ الكره بيده قالوا حتى مباراه الذهاب في الرياض. يا اخي ضربات الجزاء تفرق يا جماعه. ما ادري انا لا تدري وش اللي يفرق، تدري وش اللي ضربات الجزاء اللي درسوها، تدري وش يفرق اكثر شيء يفرق؟ هذه الانتقائيه يا ابو عنان. يعني اذا كنا اذا كنت انتقائي بهذا الطريقه، اذا كنت انتقائي بهذا الطريقه هذا اللي فرق يعني. لكن اتمنى اذا كان همك احد جيب احصائيه البلنتيات اللي حسبت على احد وتعال ونطرح هنا. لكن انك تكون تسلط كلامك على الهلال، هذا المشكله. قبل اسبوعين 3 قلت لي وعيد حتى اللي ما سمع، قلت لي اعطيني مثال انه الهلال الجمل محليا. قلت والله السؤال هذا جاء من زمان، استنى السؤال هذا. قلت لك 14 انذار في مباراتين امام اوراوا وكارت احمر حده. الهلال 5 سنين يلعب محليا ما ياخذ 14 انذار. متى هذا اخر كرت اخذ اللاعب هلالي؟ ترى حتلاقيه في الجناديه بعد اسبوعين. طيب كيف اخر كرت هلالي؟ اخر كرت احمر هلالي والله ما ادري حتلاقيه في مهرجان الجناديه للتراث. بكيف انا ما اعلم والله بس السؤال الحين السؤال عندي سؤال. نسبة الضربات الجزاء التي كان يتحصل عليها الاهلي في المواسم الماضيه مقارنه بهالموسم هذا
بعد الاجانب، بعد التحكيم الاجنبي. حسدتونا ما عندنا ضربات جزاء. لا ما بحسدتونا، ليش بتقول حكم الاجنبي؟ طيب يا اخي ليش بتقول حكم الاجنبي؟ ليش بتكون صريح مع الجمهور؟ ليش بتكون مع الجمهور السعودي تقول ان والله الجمهور بعد ما جاء الحكم الاجنبي انا